دلوقتي خلينا نجاوب على أهم الأسئلة اللي بتتكرر كتير عن الإبيفاسي حقن. أول سؤال، إيه هي بدايل حقن الإبيفاسي بنفس المادة الفعالة؟ الإبيفاسي ليها بدايل كتيرة بنفس المادة الفعالة زي الكوريو فاكتور والكوريمون والكورايونيك جونادوتروبين 5000 وحدة، وكل واحدة بيسري عليها نفس الكلام اللي بيمشي على الإبيفاسي. تاني سؤال، ليه الإبيفاسي بيستخدم في كمال الأجسام؟ بيستخدم الإبيفاسي للرياضيين الذكور عشان يحفز هرمون التستوستيرون قبل المنافسة أو لمنع ضمور الخصية، أثناء أو بعد العلاج لفترة طويلة بهرمونات الأندروجين لتكبير العضلات أو تنشيف العضلات. وطبعا الجرعة بتتحدد عن طريق طبيب متخصص، مش أي حد ياخدها من نفسه. لكن خد بالك إنه الإبيفاسي ممنوع من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. ثالث سؤال، إمتى بيبدأ مفعول الإبيفاسي؟ ممكن تحصل عملية التبويض خلال 24 إلى 48 ساعة بعد أخذ الجرعة، ومتوسط الوقت اللي بيستغرقه التأثير هو 36 ساعة. رابع سؤال، هل حقن الإبيفاسي بتزود الوزن؟ والطبيعي إن حقن الإبيفاسي ما بتسببش زيادة في الوزن، لأنها ملهاش تأثير على الشهية أو الجوع أو الدهون، ولكن واحدة من الأعراض الجانبية ليها احتباس السوائل في الجسم، وده اللي ممكن يسبب زيادة في الوزن في بعض الحالات. خامس سؤال، هل حقن الإبيفاسي بتسبب تنميل؟ ما تمش الإبلاغ عن الإصابة بالتنميل كواحد من الأعراض الجانبية لحقن الإبيفاسي، عشان كده لو حسيت بتنميل بعد أخذ الإبيفاسي فواجب تبلغ الطبيب المعالج فورا. سادس سؤال، هل بيتوفر من الإبيفاسي تركيز ال 10000؟ للأسف الإبيفاسي بيتوفر منها 5000 وحدة بس، عشان كده لو الطبيب المعالج واصف 10000 وحدة فهتاخدي الأمبولين مع بعض عشان توصلي للجرعة المطلوبة. سابع سؤال، إيه هي الأعراض الخطيرة بالنسبة للسيدات لو أخذوا الإبيفاسي؟ استعمال الإبيفاسي ممكن يزود من خطر الإصابة بحالة اسمها أوفيريان هايبرستيميليشن أو متلازمة فرط تحفيز المبيض، أو حتى ممكن يسبب تضخم في المبيض أو تكوين جلطات شريانية. عشان كده واجب في حالة الشعور بأعراض غريبة أو مؤلمة بعد أخذ الحقنة فلازم تبلغي الطبيب المعالج فورا. آخر سؤال، إيه هو علاج الإبيفاسي باختصار؟ الإبيفاسي عبارة عن أمبولات بتحتوي على هرمون ال HCG، وده الهرمون اللي بيفرزه الجسم عشان يحفز خروج البويضة وبيدعم عملية التبويض، وده بيساعد على زيادة احتمالات الحمل عند السيدات اللي بتعاني من مشكلة في الإنجاب، بالإضافة إلى استعماله للرجال في حالة العقم وكسور الغدة التناسلية.